الفيلم بيبدأ في دولة اسمها بنما منقسمة ل 12 مقاطعة، واللي بيحكم المقاطعات الرئيس سينو. ومن 74 سنة ال 12 مقاطعة عملوا ثورة على العاصمة عشان الظلم اللي موجود في المقاطعات، وكل مقاطعة لها دور محدد، والعاصمة بتاخد منهم كل حاجة وبتديهم عائد قليل. والثورة للأسف فشلت، والدولة عشان تأدبهم كل سنة بتاخد من ال 12 مقاطعة 2 ولد وبنت من سن 12 سنة لسن 18 سنة، وبتدخلهم لعبة اسمها لعبة الجوع، وبتقاتلوا فيها مع بعض، وبيفضل منهم واحد بس هو اللي بيعيش. ودوت كان بند موجود في الاتفاقية اللي موقع عليها ال 12 مقاطعة، انهم كل سنة هيقدموا 2 من كل مقاطعة وهيدخلوا اللعبة عقابا ليهم على الثورة اللي عملوها من 74 سنة. وبيبدأ فيلمنا في المقاطعة ال 12، والدولة بعت المندوبين بتوعها عشان يختاروا الاتنين من المقاطعة ال 12، والمندوبة ابتدت تتكلم عن العمل البطولي اللي هيعملوه، وإن جه وقت الاختيار. وابتدت بالبنات، وطلعت بنت صغيرة عندها 12 سنة اسمها بريم، وهي كانت رايحة معاهم. أختها الكبيرة قالت لهم إن هي تتطوع مكانها وهتروح بدلها، وكانت خايفة على أختها الصغيرة جدا لأنها عارفة إن هي هتموت. والمندوبة وافقت إن هي تروح مكان أختها، وسألتها عن اسمها وقالت لها اسمها كيتنس. وبعدها ابتدت تختار الولد، واختارت ولد اسمه بيتا، وبكده كونوا فريق المقاطعة ال 12. وبعدها كيتنس راحت سلمت على أسرتها وودعتهم، واتجهت على العاصمة، وركبوا قطر مجهز بكل حاجة وعليه أكل كتير جدا عمرهم ما شافوه. والمندوبة قالت لهم إن هي هتروح تجيب هامش، ودوت واحد من المقاطعة ال 12 كسب قبل كده لعبة الجوع، وهيكونوا المدرب بتاعهم. وبعدها جه هامش وكان سكران جدا، ومحدش منهم استفاد منه بحاجة، وقال لهم لازم تتقبلوا فكرة إنكم رايحين عشان تموتوا، وإن أنا مش هقدر أساعدكم في حاجة. وبعدها مشي وسابهم. وتاني يوم بيتا راح قابله عشان يتعلم منه أي حاجة تفيدهم في اللعبة. وبعدها كيتنس جت وسألته ازاي نقدر نعيش وما نستسلمش للموت، وهو ما كانش عاوز يجاوبهم عشان عارف انهم هيخسروا. وضربته بالسكينه جنب ايديه عشان يعرف ان هي بتتكلم بجد، وقال لها الحل انك تخلي الناس تحبك، وبكده هيجيلك رعاه والناس الاغنياء تدفع لك فلوس عشان تساعدك جوه اللعبه. وبعدها وصلوا العاصمه، وكان في ناس كتير مستنياهم عشان يتفرجوا على اللي هيموتوا السنه دي. وبعدها خدوهم وجهزوهم، وبعدها نضفوهم، وابتدى يعرضوهم كسلع قدام الناس، هما وال 22 واحد من ال 11 مقاطعة التانيين، ويجي لهم رعاة جوه اللعبة. وبعدها الرئيس سنو بيقول كلمة للعيبة، وانهم بيضحوا بحياتهم عشان الثورة اللي كانوا عاملينها. وبعدها بياخدوهم على الشقق بتاعتهم، وتكون حاجة أول مرة يشوفوها، ويستغربوا إن في ناس عايشة في المستوى ده. وبعدها بيروحوا عشان يتدربوا، وفعلا يبتدوا التدريب، وكل واحد ابتدى يستعرض قوته. وبيتا كان باين إن هو ضعيف جدا. كاتنس قالت له ارمي اي حاجه تقيله تبين قوتك، عشان اللعيبه التانيين كانوا شايفينه هدف سهل بالنسبه لهم. وفعلا راح شال حاجه تقيله جدا وحدفها بكل قوته، وعرفوا انه قوي. وبعدها راحوا يقابلوا هامش، وقال لهم ان بكره هيدخلوهم مكان الرعاه هيقيموهم فيه، والتقييم العالي معناه رعايه اكتر وفرصه في الفوز. وقال لهم ان هم بيبتدوا من المقاطعه الاولى، وانتوا المقاطعه ال 12 هتكونوا اخر ناس، ولازم تظهروا قوتكم. وفعلا دخلوا تاني يوم عشان الرعاة يشوفوهم. وكيتنس كانت مميزة في القوس، وضربت أول سهم بس ما جاش في الهدف، وكانت متوترة جدا. بس تاني سهم جه في قلب الهدف، وهم ما كانوش مركزين معاها عشان عرفوا مستواها ضعيف، وراحت منشلة سهم على تفاحة قدامهم عشان يعرفوا مدى قوتها، وشكرتهم ومشيت. وبعدها جه وقت التقييم، والدرجة كانت من 12، والمقاطعات كلها ابتدت تشتغل بالترتيب. واخر مقاطعه كانت ال 12، وجه الدور على بيتا وجاب 8 من ال 12. وكاتنس جابت درجه محدش كان متوقعها، جابت 11 من 12، ودي اعلى درجه حصل عليها حد من المقاطعات. وتاني يوم الرئيس سنو جاب مدير اللعبه وساله، وقال له ليه بيكون في منتصر في اللعبه، وقال له مش عارف. قال له احنا ممكن نجيب 24 واحد من المقاطعات ونعدمهم كل سنه، ليه بنسيب واحد بس يعيش؟ وما كانش عارف يرد يقول له ايه. الرئيس قال له عشان الامل، ندي المقاطعات امل في الفوز، بس امل بسيط مش هيضرنا، لكن لو اديناهم امل كبير ممكن يتمردوا علينا، عشان كده اتاكد ان هيفضل امل بسيط. وبعديها عملوا معاهم لقاءات تلفزيونيه عشان الرعاه، وبيتا كان اخر واحد. والمذيع ساله وقال له مفيش حد بيتحبه؟ قال له هو فيه، ورد عليه وقال له لو كسبت اكيد هتحبك. قال له للاسف مش هينفع عشان هي اللي جت معايا هنا. وطلع ان هو متفق مع هامش عشان يروجوا للمقاطعه ال 12 على انهم اتنين بيحبوا بعض، ويجالهم رعاة زياده. تاني يوم يكون يوم بدء اللعبه، وهامش يحذرهم انهم ما ياخدوش اي حاجه اول لما يطلعوا، عشان اول ساعه بيكون في مجزره، والمقاطعه الاولى والتانيه بيعملوا كل سنه تحالف مع بعض عشان يكسب اللي يتبقى منهم. وبعدها بيخشوا اللعبه، وبيكونوا في عالم اللي بيتحكم فيه مدير اللعبه،
ومتراقب من كل مكان عشان الناس تتفرج عليهم وتستمتع بموتهم. وفعلا تبتدي اللعبة أو المجزرة، وهي قدرت تاخد شنطة في سكتها وتهرب بيها، وكلهم فضلوا يقاتلوا في بعض، والأقوى بس هو اللي هيتبقى. وكاتنيس شغلت دماغها وطلعت فوق شجرة عشان تستخبى في مكان عالي، وبالليل شافت الناس اللي ماتوا معروضين قدامها على الشاشة، وكل واحد تحته المقاطعة بتاعته، بس ما لقيتش فيهم بيتا، واطمنت ان هو لسه عايش. وتاني يوم اتجهت على اخر الغابة عشان تبعد عن اي حد يقابلها، وفعلا قدرت تعمل كده. بس مدير اللعبة ما عجبوش ان هي تهرب، وكان عايزها تموت عشان يخلي الناس تفقد الامل فيها ويموت الامل جوه الناس، وخلى الغابة تولع من حواليها. وهي فضلت تهرب من النار، وابتدى يوجهها على مكان معين، ووقع قدامها شجرة عشان تروح المكان ده. وهي بتهرب اتصابت في رجليها، ما كانتش قادرة تجري، بس دست على نفسها وفضلت تجري، وخلاها توصل عند المية. والمكان ده كان قريب منه فريق المقاطعة الأولى والتانية، ولقوا كاتنيس وفضلوا يطاردوها، بس كان معاهم بيتا، وهي فضلت تهرب منهم ووصلت عند شجرة وطلعتها. وهم حاولوا يطلعوا وراها بس ما قدروش، وبيتا عرض عليهم انهم يستنوها، وقال لهم كده كده هي هتنزل عشان تاكل، وهم اقتنعوا بكلامه واستنوها. وبالليل الرعاة بعتوا لها كريم عشان تعالج رجليها، وهي فعلا حطته على الجرح. وتاني يوم بتصحى وبتلاقي الجرح بتاعها اتشفى، وفي بنت صغيرة اسمها رو من المقاطعة ال11 كانت بتنده عليها وعاوزة تساعدها، وقالت لها على مكان عش دبابير عشان توقعوا عليهم وتعرف تهرب. وفعلا طلعت وابتدت تقطع جذع الشجرة، وهي كمان اتقرصت منهم ووقع عليهم الدبابير وهم هربوا. ولما نزلت كان في واحدة فيهم ماتت من قرص الدبابير، وخدت منها الكوس اللي كان معاها، وجت تتحرك ابتدت تهلوس. وبيتا جالها وقال لها اجري بسرعة، هم جايين ورايا، انا كنت بتوههم وكنتش عاوز اوصلهم ليكي. وهي فضلت تجري لحد لما اغمى عليها، وصحت لقت نفسها حد معالجها، ولقت رو البنت الصغيرة، وسألتها عن بيتا وقالت لها لسه عايش ومستخبي عند البحيرة. وسألتها عن كايتو واللي معاه من المقاطعة الأولى والتانية، وقالت لها إن هما جمعوا معدات عشان اللي يروح يجيب حاجة منها يقتلوه، وبيجي واحد من فريق كايتو عشان يقتلهم، وهي تضربه بسهم، بس قبل ما تقتله كان حدف عليهم رمح وجيف رو، وبعدها بتموت ما بين ايديها، وهي بتزعل عليها جدا، وبتجيب لها ورد وبتحطها في الغابة، وبتبعت رسالة لكل المقاطعات، ودي معناها هنفضل فاكرين. وبيحصل أحداث شغف في المقاطعة ال11، وهامش بيروح بسرعة لمدير اللعبة عشان ما يقتلش كاتنيس، وبيقول له أنا عارف إن في أحداث شغف حصلت في المقاطعة ال11، بس لو قتلت كاتنيس هتكون شهيدة، بس لو قدمت للناس حاجة تلهيهم ممكن ما يحصلش أي حاجة. وسأله قال له إزاي، وقال له قصة حب تكون بين بيتا وكاتنيس، وبيقتنع بكلامه، وبيعلنوا في اللعبة إن أي اتنين من نفس المقاطعة ممكن يكسبوا ويكونوا هما الفريق الوحيد اللي متبقي. وكاتنيس بتروح تدور على بيتا عند البحيرة، وبتلاقيه فعلا، بس بيكون راسم على وشه وخافي نفسه في وسط الصخور، وبتلاقيه مصاب في رجله، وبتاخده وبتروح على كهف يستخبوا فيه. وبتيجي تعليمات من اللعبة إن كل فريق متبقي هيكون ليه شنطة فيها كل اللي هو محتاجه، ويكون متبقي 6 لعيبة وهما من ضمنهم، ويعرفوا إن في علاج لبيتا. وتاني يوم كاتنيس بتروح تجيب الشنطة، وهي بتهرب بتقابل بنت من مجموعة كايتو، وبتحاول تقتلها، وقالت لها انا هقتلك زي ما قتلنا رو. وفي ولد من المقاطعة ال11 بيجي يقول لها انتوا اللي قتلتوها، وبيقتلها وبيسيب كاتنيس عشان خاطر رو، وبعدها بيهرب. وهي كمان بتهرب وبترجع لبيتا وتبتدي تعالجه، وتجيب له الكريم وتحطه على الجرح. وتاني يوم بيصحوا يلاقوا ان الجرح قفل، وبيخرجوا يجيبوا حاجة ياكلوها. وبعدها كاتنيس وهي بتصطاد بتسمع صوت، وبتخاف يكون بيتا مات، وبتروح تدور عليه، وبتلاقيه قدامها ويقول لها انا خفت تكون انت اللي مت. وتلاقي معاه توت، وتقول له ان التوت دوت مسموم ممكن يموتك في دقيقه. ويلاقوا بنت كانت ماشيه ورا بيتا، ولما لقيته بياخد من التوت دوت كانت منه وماتت. وهما الاتنين اتبقوا معاهم 2 كمان، كايتو من المقاطعه الاولى والولد من المقاطعه ال11. وبالليل مدير اللعبه بيطلع وحوش بيطلقها عليهم، وهما بيهربوا في الغابه، والولد من المقاطعه ال11 بيموت. وبيهربوا عند مكان عالي ويقدروا يهربوا من الوحوش، بس بيلاقوا كايتو مستنيهم وبيتعاركوا معاه. وبعديها كاتنيس بتضربه سهم في ايديه، وبيتا بيحدفه من فوق وبينزل عند الوحوش وبيموت. وهم فرحوا ان هم قدروا يكسبوا. ومدير اللعبه بيقول لهم ان قرار الاتنين يفوزوا من نفس المقاطعه اتلغى، ولازم واحد بس يفوز. وبيتا قال لها اقتليني، انا عمري ما هقدر اقتلك. قالت له لا، احنا الاتنين هنموت. وطلعت التوت اللي كان معاها من جيبها، وقالت له هناكله مع بعض. ولسه هياكلوه مدير اللعبه قال لهم استنوا، انتوا الاتنين كسبتوا، عشان لو كانوا ماتوا كان كل المقاطعات هتعمل عليهم ثورة من تاني. وفعلا قدروا يكسبوا المسابقة ال74 من لعبة الجوع، وقدروا يتغلبوا على النظام الظالم اللي بسبب ثورة عملوها من 74 سنة لغاية دلوقتي بيعاقبوا المقاطعات عليها. وبعد لما رجعوا هامش قال لكاتنيس ان الرئيس سنو مش هينسى اللي عملتوه فيه، وهيحاول ينتقم منكم
عشان اتغلبتي عليه وعلى النظام بتاعه، ودوت اللي هيحصل في الجزء التاني. وبيرجعوا للمقاطعة بتاعتهم، والمقاطعة بتاعتهم كلها كانوا فخورين بيهم. بس الرئيس سنو كان عاوز يتخلص من كاتنيس عشان بقت مصدر خطر، والناس شايفينها قادرة على تحدي العاصمة وبتمثل رمز للثورة. ورئيس اللعبة الجديدة واسمه بلو توك بيقول له ان احنا نبين للناس انها بقت واحدة مننا ومش فارق معاها الناس في المقاطعات. بس الرئيس سنو كان عاوز يتخلص منها، وبيجي يوم اختيار المشاركين في لعبة الجوع ال75 فريق قوائم الفائزين السابقين. وعشان نفضل وكاتنيس بتعرف ان هي هتخش اللعبة من تاني عشان هي البنت الوحيدة اللي قدرت تفوز في المقاطعة ال12. وبعدها بتروح لهامش وبتطلب منه لو جه على بيتا الاختيار يطلب بحق تطوع ويروح هو مكانه، وهامش بيوافق. وتاني يوم المنظمة بتوصل وبتكون هتختار من القرعة، وبعدها بيفضلوا يهربوا لحد لما بيوصلوا عند المية والضباب بيقف قدامهم، وكاتنيس بتحط ايديها في المية وبتكون قادرة على شفائها، وبينزلوا كلهم فيها عشان تعالجهم. وبعدها بيبصوا حواليهم بيلاقوا قرود متوحشة في كل مكان، والقرود كانت عاوزة تقتلهم، وبيفضلوا يضربوا فيهم وبعدها بيهربوا منهم وبيطلعوا على الشاطئ. بس القرود ما بتقدرش تطلع وراهم، وهم بعدها بيستريحوا شوية وبيشوفوا قدامهم وبعدها كاتنيس بتقع في المية، وبلو توك لما بيلاقيها وقعت بيوقف الساعة وبيقدروا ينقذوها. وبعدها بيتي بيقول لهم انه عنده خطة انهم هيسيبوا الشاطئ لبقية المنافسين وهم يروحوا للشجرة اللي بينزل عليها البرد ويوصلوها بسلك، وبعدها يوصلوها بالشاطئ، وبكده كل اللي على الرملة وفي المية هيموتوا ونقدر نخلص منهم مرة واحدة زي ما عملت قبل كده وقتلت 6 بصاعق كهربي. وهم بيوافقوا وبيتجهوا على الشجرة وبيوصلوا للشجرة، وبيتي بيوصل الشجرة بالسلك اللي معاه وبيدي لكاتنيس وجوانا باقي السلك عشان يوصلوه على الشاطئ، وبيفضل معاه بيتا وفينيك عشان يحرسوا الشجرة. ضرب الشجرة وكاتنيس اتحدفت بعيد، بس الأب هنا بتاخد كاتنيس وبتمشي، ولما بتفوق بتلاقي بلو توك وفينيك ومعاهم هامش وبتحسبهم شغالين مع سنو. بس بلو توك بيقول لها ان احنا من بداية اللعبة كنا عاوزين ننقذك انت عشان انت ايقظت الثورة من تاني وبتمثلي الثورة. وبعدها بتسأل عن بيتا وبيقولوا لها ان اتقبض عليه ومعاه جوانا وخدوهم للعاصمة. وبعدها بتتعصب جدا وبلو توك اداها حقنة مهدئة، وبتصحى بتلاقي جايل قدامها وبتسأله عن اختها ووالدتها وبيقول لها انا انقذتهم، وبيشرح لها ان مع بداية اللعبة المقاطعة ال12 عملت ثورة والعاصمة ضربت المقاطعة ال12 كلها وكل اللي موجودين هناك ماتوا، وهي بتزعل جدا وبتكون جاهزة للانتقام في الجزء الجاي. الفيلم بيبدأ بكاتنيس وهي لسه صاحية في المستشفى، وبيجي واحد اسمه بوكس مدير الأمن في المقاطعة ال13 وبياخدها عشان تقابل رئيسة الثوار. وكاتنيس بتقول له إن المقاطعة ال13 اتدمرت من 75 سنة من بداية الثورة، وبيقول لها إن العاصمة دمرت سطح المقاطعة ال13 ودمرت كل البيوت اللي موجودة، بس كان في قاعدة عسكرية تحت الأرض نزلنا وعشنا فيها. وبتروح تقابل الرئيسة ألما كوين وكان معاها بلو توك وبيتي، والرئيسة ألما بترحب بيها في المقاطعة ال13 وبتقول لها إن أنت أشعلت الثورة من تاني، وفي 7 مقاطعات ابتدت في الانتفاضة من تاني، واحنا عاوزين نوحد كل المقاطعات ال12 على فكرة الثورة ونقف كلنا قدام العاصمة المستبدة. وكاتنيس بتسألها عن بيتا بس هي ما كانتش عارفة هو مكانه فين بالظبط في العاصمة، وبلو توك بيطلب منها حملة دعائية للثورة وتعرف كل الناس انها لسه عايشة، وساعتها كل الناس اللي في المقاطعات ال12 هينضموا للثورة وهنقدر ننتصر على العاصمة. وكاتنيس بترفض الفكرة وبتسيبهم، ولو عاوز تعرف تفاصيل اكتر ادخل اتفرج على ملخص الجزء الاول والتاني وهسيب لك اللينك تحت في الوصف. وبعدها كاتنيس بتروح تطمن على والدتها واختها بريم، وبلو توك بيقول للرئيسة ألما ان لازم نخلي كاتنيس تروح تشوف اللي حصل في المقاطعة ال12 وتعرف اللي عملته العاصمة، وبكده هتوافق انها تنضم لينا. وبياخدوها عشان تشوف المقاطعة ال12، ولما بتوصل بتلاقي ان المقاطعة اتحولت لمدينة اشباح وكل الناس اللي كانوا عايشين في المقاطعة ماتوا وتحولوا لرماد. والرئيس سنو بيعلن ان اي حد هيستخدم علامة التحدي او يعصي اوامر العاصمة هيكون عقابه الموت، وجنود العاصمة بيجيبوا اشخاص من كل مقاطعة واعدموهم قدام الناس كلها عشان يستخدموا بس علامة التحدي في كل المقاطعات. وكاتنيس لما بترجع بتشوف بيتي طالع في اللقاء التلفزيوني في العاصمة وبيقول ان الثورة فكرة فاشلة جدا ولازم كل المقاطعات ترجع لحكم العاصمة، وان دوت هيكون افضل بكتير من الحرب الاهلية اللي هتحصل، وكل اللي في المقاطعة ال13 ما بيوافقوش على كلامه. وكاتنيس بعديها بتمشي وبتروح تقابل الرئيسة ألما وبتقول لها ان هي هتساعدهم في الثورة بس في مقابل ان هي هتحرر بيتا وجوانا واني صديقة فينيك وتقدر تخرجهم من العاصمة، وبيتا ياخد عفو عن كل الكلام اللي قاله في التلفزيون لانه اكيد كان مهدد. وبعدها الرئيسة ألما بتوافق على شروطها وبتطلع لكل سكان المقاطعة ال13 وبتقول لهم ان كاتنيس هتنضم لينا في الثورة عشان تقويهم برمز الثورة، بس في المقابل هنخرج كل المنتصرين في لعبة الجوع من العاصمة، والثوار كلهم بيحتفلوا بانضمام كاتنيس ليهم. وبعدها بيجتمعوا ويبدأوا الحملة الدعائية للثورة،
وهيمش بيقول لكيتنس لازم تروح المقاطعات وتصوري احداث الانتفاضه الحقيقيه، والرئيسه ألما ما كانتش موافقه انها تعرضها للخطر لانها بتمثل الثوره. بس بيتشي بيقول لهم ان المقاطعه الثامنه فيها مستشفى للجرحى بعد قصفهم من العاصمه، ممكن تروح هناك ومش هتتعرض لخطر، وكلهم بيوافقوا على الاقتراح ده. وكيتنس بتروح تستعد، وبيتشي بيعمل لها اسهم بتنفجر عشان تاخدها معاها لو اتعرضت لخطر. وبيتجهوا على المقاطعه الثامنه وبيتعرفوا على المخرجة كاراسيدا ومساعد بتاعها مسلة، ولما بيوصلوا بيقابلوا رئيس المقاطعة الكاملة بيلا، ولما بتدخل بتلاقي ناس كتير مصابة، وأول لما بيشوفوا كيتنس بيرفعوا علامة التحدي، والمخرجة بتصور الناس وفرحتهم بكيتنس عشان تنزلها في الحملة الدعائية. والرئيس سنو بيعرف ان كيتنس في المقاطعة الثامنة وبيبعت طيارات عشان تدمر المستشفى بكل الجرحى والمصابين جواه. بس لما بتوصل الطيارات كيتنس بتكون خرجت من المستشفى، وبتشوف قدام عينيها المستشفى بتتدمر والناس كلها بتموت، وبتقف قدام الطيارات وكلها حسرة، وبتضرب طيارة منهم بالسهم اللي عدله بيتا، وبيقعد طيارتين وبتقول للناس ان لازم كلنا نشارك في الثورة، وان الرئيس سنو استهدف مستشفى كلها مصابين وما قدروش يدافعوا عن نفسهم او يهربوا، لازم تنضموا للثورة امام النظام الظالم. والرئيسة ألما بتفرح جدا بالفيديو اللي عملوه وبتعمل دعاية للثورة، والناس بتتحمس جدا لفكرة الثورة. والثوار فعلا ابتدت تواجه جنود العاصمة ويعملوا أفخاخ ويقتلوهم. وكيتنس بتلاقي بيتا طالع في اللقاء التلفزيوني وبيقول إن كيتنس تم استغلالها من الثوار، بس كيتنس بتلاحظ إن شكله متغير، وكيتنس بتصور فيديو جديد للرد على العاصمة، والناس بتتحمس جدا وبتؤمن بفكرة الثورة. ومجموعة من الثوار راحوا على السد اللي بيغذي العاصمة بالكهرباء وتحاركوا مع الحراس وحطوا فيه قنابل وقدروا يفجروه وقطعوا الكهرباء عن العاصمة كلها. وبيتا طلع في لقاء تلفزيوني وقال إن بسبب أعمال الشغب وقطع الكهرباء في قطارات كتير اتدمرت وناس أبرياء ماتوا، بس كان شكله بيتعذب جدا وكان شكله متغير. وبيتي قدر يخترق البث وزع فيديو لكيتنس، وبيتا سمع صوت كيتنس وفجأة بيفوق وأكنه كان نايم، وبيقول لكيتنس إن العاصمة هتهجم عليكم النهاردة وعرفت مكانكم في المقاطعة ال13، ولسه بيتكلم بينقطع البث عليه وبينزلوا يهربوا في المخابئ تحت الأرض، والعاصمة بتضرب المقاطعة ال13 كلها بالطيارات وبتدمر سطح المقاطعة ال13 زي ما حصل من 75 سنة، والمكان كان بينهار عليهم بس مفيش في إيديهم حاجة يقدروا يعملوها. واستنوا لحد لما القصف وقف وطلعوا لقوا السطح كله متدمر. وكيتنس لقت الرئيس سنو بعت لها رسالة على شكل ورد، وده معناه انه هيقتل حد قريب منها، وهي فهمت انه هيقتل بيتا وخافت جدا عليه. وبالليل فينيك طلع في بث مباشر عشان يوجه رسالة للثوار ويحفزهم انهم يواجهوا قوة العاصمة عشان يقدروا يرجعوا حقوقهم. وبنعرف من هيمش ان فينيك طلع ببث مباشر عشان بيتي عامل رسالة مشفرة في البث تقدر توقف نظام الدفاع في العاصمة، وبعتوا قوة عشان تحرر الفائزين في لعبة الجوع جوانا وبيتا ومعاهم اني صديقة فينيك، وهم فعلا بيكونوا في اتجاه العاصمة وبيقدروا يوصلوا للعاصمة، بس ما بيكونش في حد في انتظارهم وبيدوروا على الفائزين. بس الرئيس سنو بيظهر فجأة وبيقول لكيتنس انا عارف ان انتوا بعتوا قوة عشان تنقذ الفائزين، بس احب الاشياء الينا هي التي تؤذينا. وبعدها بيقطع البث، وكيتنس بتخاف جدا وبتكون عارفه انه هيقدر يقتلهم كلهم، بس بيجيلهم اخبار من بوكس انهم قدروا ينقذوهم وفي طريقهم للرجوع للمقاطعه ال13 وبيقدروا يوصلوا بسلام. وكيتنس بتخرج بسرعه عشان تطمن عليهم وبتلاقي قدامها جوانا وبتسلم عليها، واني اول ما بتشوف فينيك بتجري عليه، وكيتنس بتشوف جايل وبتساله على اللي حصل وبيقول لها ما قابلناش حد من جنود العاصمه، وهي كانت مستغربه جدا ودخلت عشان تشوف بيتا وكان باين عليه اثار التعذيب جدا، بس فجاه قام وخنق كيتنس وكان مصمم انه يقتلها لحد لما جوبز بيضربه على ظهره وبيفقد الوعي. وكيتنس اول ما بتفوق بتسال على بيتا، وبيتي بيقول لها ان العاصمه عذبته بيمسحوا له ذاكرته وبعدها بيعذبوه تاني ويدوله ذكريات باحداث وهميه عن شخص معين عشان يحولوه لآلة تقتل الشخص ده. والرئيس سنو بعته عشان يقتلك، وده معنى احب الاشياء الينا هي التي تؤذينا. كان عارف ان بيتا هيقتلك وبتروح تطمن على بيتا، بس بيكون بيتعذب جدا لانه مش فاكر اي حاجه عن حياته. الفيلم بيبتدي بكيتنس بعد ما اتشافت من اللي بيتا عمله معاها، واول حاجه بتعملها بعد ما بتخف بتطلب تقابل بيتا، وبيدخلوا له اختها بريم عشان تقابله، وبيقول لها السبب في كل المشاكل اللي احنا فيها ديت كيتنس. وبريم بتحاول تقنعه ان كيتنس ملهاش دعوه، بس هو مقتنع ان كيتنس هي السبب في كل حاجه بتحصل له. ولو انت عاوز تعرف تفاصيل اكتر هسيب لك لينكات الاجزاء اللي فاتت تحت في الوصف. وكيتنس بتروح تقابل الرئيسه ألما وبتحاول تقنعها ان هي تنزل الميدان تاني وتساعد الجنود في الثوره، وهي كانت خايفه عليها جدا، بس هي قالت لها انا هقدر اساعد الجنود، وفعلا بتبعتها للمقاطعه الثانيه عشان تساعد الجنود ضد العاصمه. وفعلا اول ما بتوصل بترفع الروح المعنويه للجنود، والجنود بيكونوا فخورين جدا ان معاهم رمز الثوره، وبيجتمعوا مع بعض عشان يقدروا يتحكموا في المقاطعه الثانيه كامله.
بس في مشكله ان جزء من المقاطعه التانيه في مدنيين تبع العاصمه وجنود العاصمه بيتحاموا فيهم، والرئيسه ألما كوين طلبت من الطيران المقاطعه التانيه انها تضرب المكان دوت بالطيران، وكيتنس طبعا بترفض لان في مدنيين هيتاذوا حتى لو كانوا بيساعدوا جنود العاصمه. بس الرئيسه ألما بتقول لها لازم يكون في تضحيات، والطيران بيتجه لتدمير الموقع العسكري بتاع اخر جنود العاصمه في المقاطعه الثانيه، وبعدها بيضربوهم بالطيران وبيموتوا كل الناس اللي موجوده هناك، والثوار بيقدروا يسيطروا على المقاطعه الثانيه كامله. وبعدها كيتنس بتكون هتعمل بس للثوار، بس بتيجي عربيه تبع جنود العاصمه وبيحوطوها من كل مكان، وفي واحد منهم بيتصاب وكيتنس بتروح تطمن عليه، بس بيكون معاه مسدس وبيكون عاوز يقتلها، وهي بتقول له لو عاوز تقتلني اقتلني، انت مجرد عسكري في جيش سنو، لو مت هيجيب غيرك تاني، انا مشكلتي مش معاك، انا مشكلتي مع سنو، بيستغلك وبيستغل الناس كلها اللي في المقاطعات. وبعدها اول ما بيسيبها بيجي حد يضربها بالنار من بعيد، والرئيس سنو بيحتفل بموتها وبيكون فاهم ان هي كده ماتت، بس بيكونوا لحقوها وودوها المستشفى وقدرت تتعالج. وبعدها بتروح للرئيسه ألما بتقول لها انا محتاجه انزل تاني ميدان المعركه واكون مع الجنود، بس الرئيسه ألما بترفض وبتقول لها دوت في مصلحه الجنود، لما يعرفوا ان ممثله الثوره ماتت هيتشجعوا اكتر وهيقدروا يخشوا العاصمه، وانا كده هقدر استفاد منك اكتر. بس كيتنس ما بتسمعش كلامها وبتكون عاوزه تنزل وسط الجنود، وكيتنس بتتسحب وبتروح تركب طياره متجهه على المقاطعه الثانيه، ولما بتوصل والجنود بيشوفوها اللي هي لسه عايشه بيرفعوا لها ايديهم بعلامه التحدي، وبيفرحوا جدا اللي كيتنس لسه عايشه. وبيلا رئيسة المقاطعة الثامنة اللي شفناها في الجزء اللي فات بتخطب في الثوار وبتقول لهم ان اخيرا المقاطعات ال 12 اتجمعوا مع بعض على هدف واحد، ان احنا هنقدر نهزم العاصمة. بس الرئيس سنو حصن العاصمة كويس جدا وبيفضي كل الشوارع اللي بتودي على العاصمة، وصناع لعبة الجوع عملوا له آلات بتحرق اي حد يعدي من الشوارع دي، وحاطين افخاخ في كل مكان بيودي للعاصمة، بس لو في مجموعة قدرت تعدي هنقدر نخترق قصر الرئيس سنو وهنقدر اخيرا نتحرر من العبودية اللي احنا فيها. وبيجهزوا فرقة تتجه للعاصمة، والفرقة مهمتها انها توصل للعاصمة وتقتل الرئيس سنو، وبتكون مكونة من كيتنس ومعاها فينيك وجوبز والمخرجة كاسيدا والمساعد بتاعها مسلة ومعاهم جايل، وبيكون معاهم جنود عشان تساعدهم. وجوبز بيوريهم خريطة اسمها الهولو، والخريطة فيها اماكن الافخاخ اللي العاصمة حطوها، بس مشكلة جهاز الهولو انه مش متحدث باخر معلومات جاية من العاصمة، يعني ممكن يكون في افخاخ موجودة وهم مش عارفين مكانها. وبيتجهوا في رحلتهم لقلب العاصمة، وبعدها جوبز بيشوف فخ بيبقى عاوز يتأكد إذا كان موجود فعلا ولا لأ، وبيطلب من كيتنس إنها تحدف سهم في اتجاه الفخ ده، وأول ما بتحدف السهم بيطلع نار كتير جدا، ولو كانوا مشوا في الطريق دوت كان ممكن يموتوا في ساعتها. وبعدها بيروحوا يستريحوا في مكان وبيقولوا لو الهولو ضاع منهم ممكن يموتوا في أي وقت. وبعدها بتيجي عربية تبع الثوار وبينزل منها بيتا، وبعدها بياخدوه وبيدخلوه معاهم، وبيجي لجوبز تعليمات من الرئيسة ألما إنهم يستخدموا بيتا في الدعاية للثورة لحد لما يوصلوا للعاصمة ويقتلوا الرئيس سنو. وكيتنس بتكون عارفة اللي هو مش مستقر وممكن يقتلها، وبيدوا البيتا سلاح مفهوش طل وبيكملوا طريقهم للعاصمة، وبيوصلوا المكان لازم يعدوه عشان يوصلوا للعاصمة، بس الهولو بيجيب لهم إن في أسلحة مزروعة في الحيطة، وجوبز بيحدف حجر والأسلحة بتبدأ بالضرب، وجوبز بعدها بيعدي أول واحد وبيدوس على لغم وبينفجر بيه، وبيكون الهولو مش محدث اللغم ده. وبعدها كيتنس بتروح له وبيديها الهولو وبيعينها هي القائدة بعديه. وكان في واحدة عاوزة تنقذه دست على فخ جديد بالغلط، قفل البيبان اللي كانت هتخرجهم ونزل عليهم مادة حارقة من كل مكان، وهم فضلوا يجروا منها وفتحوا باب ودخلوا فيه وطلعوا بسرعة على الدور التاني عشان يستخبوا منه لحد لما تبعد عنهم المادة دي. وبعدها بتبتدي تقل وبيبدأوا يخرجوا من المبنى، وبيسيبوا 2 في المبنى عشان يحموا ظهرهم، بس بعد ما بينزلوا قوات العاصمة بتيجي وبتحاصر المبنى اللي هم كانوا فيه، والاتنين اللي كانوا موجودين بيضربوا عليهم نار. قوات العاصمة بتضربهم بالصواريخ وتقتلهم. وبعدها التلفزيون بيذيع ان كيتنس واللي معاها كانوا بيحاولوا يوصلوا للعاصمة، وجنود حفظ السلام حاولت المبنى اللي هم كانوا فيه ودمروه، وهم كده فهموا ان كيتنس واللي معاها كلهم ماتوا. وبعدها بيدوروا على طريقة يقدروا يوصلوا للعاصمة بعيد عن الافخاخ اللي موجودة. وكاسيدا عشان كانت عايشة في العاصمة بتقول لهم ان في انفاق تحت الارض بتوصل لقلب العاصمة، وبعدها بيروحوا يتجهوا على الانفاق ديت وبيبتدوا يمشوا في اتجاه العاصمة، والهولو بيقول لهم لو في افخاخ قدامهم ولا لا. وبعدها بيرتاحوا شويه، وبيتا بيقول لكيتنس اللي انا ابتديت افتكر حاجات عن الماضي بتاعي، وهي ابتدت تثق فيه تاني. وبعدها بيسمعوا صوت وبيعرفوا ان جنود العاصمه بعتوا لهم متحولين، ودول عباره عن حيوانات متعدل جيناتها زي ما شفنا في الجزء الاول، وهم بيدوروا على الوحوش ديت فجاه بيهجموا عليهم وبيبتدوا يقتلوا في المجموعه بتاع كيتنس، وبيحاولوا يهربوا بسرعه بس الوحوش دي سريعه جدا وعماله تقتل فيهم، وكان قدامهم مخرج بس ما كانوش عارفين يخرجوا من كترهم، وكان في وحش هيقتل كيتنس بس بيتا بيلحقها وبينقذها. وبعدها بيفضلوا يقتلوا في الوحوش بس الوحوش كانت اقوى منهم لحد لما جه فينيك وكاسيدا وفضلوا يقتلوا فيهم وقدروا يهربوا منهم واتجهوا للمخرج، بس حاصروا فينيك وهو طالع. بعدها كيتنس حدفت عليه قنبله وفجرتهم كلهم،
ولما بيخرجوا بيلاقوا جنود العاصمه مستنيينهم بره وبيفضلوا يضربوا فيهم وهم بيجروا، بس كان في اشعه ليزر بتضربهم من فوق، وبعدها طلعت شفرات من الارض وفضلت تهاجمهم وهم قدروا يهربوا منها ووصلوا للعاصمه اخيرا، ووصلوا عند واحده بلو توك كان باعتهم ليها، وبعدها بيستريحوا عندها شويه، وبعدها الرئيس سنو بيعلن لكل سكان العاصمه يتجهوا للقصر بتاعه، والثوار قدروا يدخلوا العاصمه، مبقاش في مكان امن غير قصر الرئيس سنو، ويقول لهم ان الثوار مش زينا هيقتلوا كل اللي قدامهم. وكاتنس بتفكر شويه ويقرروا ان هم يخشوا في وسط الناس اللي رايحه القصر ويوصلوا للرئيس سنو ويقتلوه، وكاتنس وجايل بيتجهزوا عشان يروحوا هما اللي يقتلوه، وبعدها بيخرجوا في وسط الناس وبيمشوا في وسطهم، بس بيشوفوا قدامهم جنود العاصمه بيفتشوا الناس وهي داخله، فبيخافوا جدا وبيحاولوا يرجعوا، وجنود العاصمه بيجوا من وراهم وبيفتشوا في الناس وبيتحركوا في وسط الناس وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه، وفي واحد كان خلاص قرب يوصل لكاتنس بس الثوار بيظهروا وبيقتلوا كل الجنود، وبيبدا القتل بين الثوار وجنود العاصمه ويفضلوا يقتلوا في بعض، وكاتنس وجايل بيستخبوا في وسط الناس وبيتحركوا على قصر الرئيس، وفي قذيفه بتتضرب جنبهم وبيبعدوا عن بعض، وجايل جنود العاصمه بيقبضوا عليه وبيطلب من كاتنس ان هي تقتله، بس هي ما بترضاش تقتله لانها عارفه ان هي هتقدر توصل له تاني، وبتتحرك لغايه بوابه القصر، والجنود بيطلبوا من الناس انهم ياخدوا اطفالهم الاول وبعدها ياخدوا السيدات، وبتيجي طياره من العاصمه وبتحدف عليهم هدايا زي اللي كانت في اللعبه، واول لما بتوصل لهم بتنفجر وبتقتل الاطفال والناس المدنيين كلهم، وكاتنس بيغمى عليها، وبعد ما بتفوق بتلاقي برايم قدامها بتكون بتساعد المصابين والجرحى، وهي كانت رايحه في اتجاهها بتنزل قذيفه وبتموت برايم قدامها وهي بتتصاب، وبعدها بتصحى بتكون في المستشفى وبيكون هيمش معاها بيقول لها ان الثوار قدروا يخترقوا قصر الرئيس سنو، وان حراس الرئيس اتخلوا عنه بعد ما شافوا اولادهم بيموتوا، وبعدها كاتنس بتروح تقابل الرئيس سنو وبيقول لها انا كنت عارف ان انا خلاص اتهزمت وكنت خلاص هستسلم قبل ما يطلقوا المتفجرات على الاطفال. قالت له بس انت اللي اديت الامر بضرب القنابل ديت. قال لها انا عمري ما كنت هقتل اطفال العاصمه بالطريقه ديت، ولازم اعترف لك ان الرئيسه ألما اذكى مننا احنا الاثنين، وهي دلوقتي اللي متحكمه في كل حاجه وخلت الحراس بتوعي يتخلوا عني، وانا كنت مشغول بمراقبتك وانت كنت مشغوله بمراقبتي، والرئيسه ألما ضحكت علينا احنا الاثنين وخدعتنا وهتكون الرئيسه الجديده لدوله بنما. وكاتنس طبعا ما صدقتهوش وقالت له انت اكيد بتكذب، وبعدها بتمشي وبتسيبه وبترجع على القصر، وبعدها بيكون في اجتماع للرئيسه ألما وكل رموز الثوره، والرئيسه ألما بتقول لهم ان انا هكون الرئيسه الجديده لدوله بنما كفتره مؤقته انتقاليه، وهامش بيسالها مدتها قد ايه، والرئيسه ألما بتقول لهم لحد لما الاوضاع تهدى ونقدر نعين رئيس لدوله بنما، بتقول لهم عاوزين نشبع رغبه الثوار في الانتقام وهنرجع لعبه الجوع، بس المره دي هنعملها على الناس اللي من العاصمه. وكاتنس بتحس ان هم بدلوا دكتاتور بدكتاتور جديد، وكلام سنو كله صح، بس بتوافق على فكره لعبه الجوع، وهامش بيبص لها وبيعرف ان في دماغها خطه وبيوافق هو كمان على لعبه الجوع. وبعدها بيجي يوم اعدام الرئيس سنو وكاتنس بتكون هي اللي هتقتله، وبتروح عشان تقتله وبتنشل السهم في قلبه، وبعدها بتبص على الرئيسه ألما وبتضرب السهم في قلبها وبيهمهاش اي حاجه تاني غير انها تتخلص من رئيس ظالم جديد. وبعدها بياخدوها وبيحبسوها في اوضه، وهامش بيروح لها بيجيب لها رساله من بلو توك وبيقول لها انا عارف ان انت كنت عاوزه تتخلصي من الظلم من البدايه، عارف ان الرئيسه ألما كانت هتكون ظالمه زي سنو، كل رؤساء المقاطعات ال 12 هيعملوا انتخابات نزيهه وهيختاروا واحد منهم، وهتروح المقاطعه ال 12 تعيشي فيها لحد لما الاجواء تهدى وتاخدي عفو شامل على اللي انت عملتيه، وبعدها بتتجه على المقاطعه ال 12 وترجع تاني لموطنها، وبتكون حاسه بالوحده لان مبقاش في حد معاها. وفي يوم كانت بتصطاد في الغابه، ولما بترجع بتلاقي بيتا مستنيها وبيكون ساب العاصمه ورجع لها يعيش معاها، وبيلا رئيسه المقاطعه الثامنه بتكون هي الرئيسه الجديده لدوله بنما بعد انتخابات حره ونزيهه. كاتنس بعدها بتتجوز بيتا وبيعيشوا مع بعض في سلام للابد، وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناه ولايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.